قبل كل شيء أعتذر على استعمال صوت آلي عوض صوت الطبيعي. 1. ماذا نعني بتمازغت؟ اللغة الأمازيغية لغة يتحدث بها سكان شمال إفريقيا من مصر شرقا إلى سواحل المحيط الأطلسي غربا، يتوزع مستخدميها في المغرب بالإضافة إلى الصحراء الغربية، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، موريتانيا، النيجر، مالي، بوركينا فاسو، بالإضافة إلى ماليلية، وهي مقاطعة إسبانية تقع في شمال المغرب. يرى البعض أنها عبارة عن عائلة لغوية، في حين يرى البعض الآخر أنها لغة واحدة تتفرع إلى متغيرات محلية أشهرها تاش الحيس في إقليم سوج المغربي، ثاقبايليت في منطقة القبائل بالجزائر، وتاماشق عند طوارق الصحراء. 2. كتابة تمازغت. تم تسمية الأمازيغ بعدة طرق حسب الحقبة الزمنية، فقد أطلق عليهم اسم أطلنطي في إشارة إلى أسطورة أطلانتوس وجبال الأطلس، والليبيين نسبة إلى ليبيا، الاسم القديم الذي أطلق خلال العصور القديمة على إفريقيا. نتيجة لذلك كانت لغتهم التي تسمى اليوم اللغة الأمازيغية تسمى قديما باللغة الليبية، وحروفها تسمى بالأبجدية الليبية. 3. حروف ليبية. يرجع تاريخ أقدم أثر الكتابات الليبية إلى العصر الحجر الحديث، أي خلال الفترة التي سبقت 2300 قبل الميلاد حتى نهاية عصر ما قبل التاريخ. بعض علامات الأبجدية الليبية تعود إلى الكبسانية، أي بين 10,000 و 6,000 قبل الميلاد، ومن الأرجح أنها كانت في الأول عبارة عن رموز دينية. على أي حال، سرعان ما أصبحت العلامات الليبية حروف صوتية ربما تحت التأثير الفينيقي، وتتكون عموما من 24 علامة منتشرة في بقعة جغرافية واسعة تعادل مساحة انتشار اللغة الليبية أمازيغية، بحيث أنها كانت تستعمل من مصر إلى جزر الكناري. تم استخدامه من قبل الأسرة النوميدية إلى جانب البنية، واستمر استخدامه بعد انقراض البنية. 4. الأمازيغية في العصور الوسطى. في العصور الوسطى تحت النفوذ الإسلامي تم كتابة أقدم مخطوط أمازيغي وصل إلينا، وهو كتاب البربرية. إنه كتاب ديني مكتوب بأحرف عربية وبعنوان عربي، لكن محتواه مكتوب بأمازيغية زناتة. يمكن أن نقرأ بوضوح أن اللغة المعنية كانت معروفة بالفعل باسم تمازغت. سيتم كتابة مجمل النصوص الأمازيغية في القرون الوسطى وما بعد عصر النهضة بالخط العربي، ولكن مع تعديلات بسبب أن اللغة الأمازيغية تحتوي على أصوات أكثر بكثير من اللغة العربية، وأن 28 حرفا عربي لا يكفي كي تكتب جميع أصوات الأمازيغية. سيتم إجراء تغييرات على العديد من الحروف العربية فينتج عنه الخط العربي الأمازيغي والخط المغاربي الذي لا يزال يستخدم إلى يومنا. 5. بقاء الخط الليبي. لم تندثر الكتابة الليبية، ولكنها تطورت وغيرت اسمها. في الشمال لم يعد الليبي يستخدم في نهاية القرن الثالث أو الرابع، وربما نجا حتى الفتح الإسلامي. ومع ذلك هناك بعض النقوش الليبية المتأخرة النادرة من العصور الوسطى في منطقة القبائل. لا ندري ما إذا كان سكان غوانش في جزر الكناري الأمازيغ الوحيدون الذين لم يعتنقوا الإسلام ما زالوا يستخدمون الكتابة الليبية عندما سحقهم الإسبان في نهاية القرن الخامس عشر. نجت الكتابة الليبية في الأوساط السرية في سورس المغربية ومحيطها أينما تم دمجها مع الخط العربي في التعويذات، لكنها فقدت استخدامها الأبجدي لتصبح مجرد رموز سحرية تستخدم في الشعوذة.
ونجت أيضا بين الطوارق مجتمع أمومي. حافظوا على الكتابة الليبية من خلال تلقينها من الأم إلى الابنة، وقاموا ببعض التعديلات على الرموز الليبية وغيروا اسمها. الكتابة الليبية أصبحت تدعى التيفيناغ. 6. الكتابة الأمازيغية الحديثة. في حين نجت الكتابة الليبية بين الطوارق الذين غيروا اسمها لتصبح التيفيناغ، نفذت الإدارة الاستعمارية سياسة تعريب صارمة تسببت في اندثار الخط العربي الأمازيغي إلى درجة أنه لم ينجا إلا في بعض المناطق المعزولة مثل سوس في المغرب ووادي ميزاب في الجزائر وغدامس في ليبيا. لقد تدهور استخدام اللغة الأمازيغية بشكل خطير بسبب الحروب والمذابح وترحيل السكان وتعريب الإدارة الاستعمارية. كل هذه العوامل أدت إلى ولادة الحركة البربرية في الثلاثينيات القرن الماضي، ويعود تاريخ أول كتاب اللغة الأمازيغية إلى نهاية القرن التاسع عشر من تأليف سعيد بوليفا الذي نشر في عام 1897. Une première année de langue kabyle, dialecte zouawa. À l'usage des candidats à la prime et au brevet de Kabyle. في أواخر الستينيات قام مولود معمري بضبط الأبجدية الأمازيغية اللاتينية التي تتكون من 23 حرفا لاتينيا كلاسيكيا و11 حرفا إضافيا. لا تزال هذه الأبجدية تستخدم على نطاق واسع في الجزائر، خاصة في منطقة القبائل. ما هي في الواقع إلا القيم اللاتينية للتيفيناغ. في الثمانينيات من القرن الماضي تم تعديل تيفيناغ الطوارق على يد مناضل من الأكاديمية الأمازيغية القبائل. هذا التيفيناغ الجديد يسمى بنيو تيفيناغ، أي تيفيناغ معاصر، ويحتوي على 4 حركات، 2 شبه حركة و28 حرف صوتي. تم تبنيه بسرعة بين مناضل الحركة الأمازيغية وانتشر بسرعة خاصة في منطقة القبائل. تم توحيده من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المغربية إركام، واعتمدته المملكة المغربية رسميا عام 2003. يتم استخدامه الآن رسميا من قبل حكومات الجزائر والمغرب وليبيا، وهو الآن مدرج في نظام ويندوز 10.